أول مساء الخير، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الجمال. باقي على شهر رمضان يا جماعة 200 يوم فقط. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. وزي ما اتعودنا يا جماعة هننزل عد تنازلي مع بعض لحد شهر رمضان 2026 مع بعض إن شاء الله. هقدم لحضراتكم القائمة المبدئية للمسلسلات رمضان المصرية رمضان 2026. وطبعا ده يا جماعة دي القائمة لسه المبدئية، وفي مسلسلات ما ظهرتش معانا على الساحة هقدمها لكم الأيام القادمة، فعشان كده اضغط لايك واشتراك عشان تشوف مني كل جديد الأيام القادمة فيما يخص الدراما الرمضانية رمضان 2026 وجميع الدرامات العربية إن شاء الله هتشوفها معايا على القناة دي. فلايك واشتراك مقصرين جدا في اللايك يا جماعه. اضغط اللايك، اللايك ما بياخدش منك ثانيه. محتاج اللايك بتاعك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. بعد اذن حضرتك حط اللايك، ويلا بينا يا جماعه على القائمه المبدئيه لمسلسلات رمضان 2026. يلا بينا. اول مسلسل يا جماعه مسلسل الكبير الجزء التاسع. وطبعا هو بالنسبه للفنان احمد مكي قدم السنه اللي فاتت مسلسل من 15 حلقه الغاوي، وحقق نجاح ضعيف جدا مش زي المسلسل الكبير قوي. وان شاء الله ده هيقفل بيه الاجزاء الثمانيه اللي قبل كده. وان شاء الله ده يبقى مسلسل جميل جدا وهتشوفوا مسلسل جامد جدا بالنسبه للكبير قوي. تعالوا نخش بقى في المسلسل الثاني مسلسل المداح. طبعا كان هيقفوا على الجزء الخامس وقرروا انه يعملوا الجزء السادس. هو هيتطور الجزء ده وفي المغرب، وطبعا احنا عارفين ان المغرب كلها بتاع سحر، وهيتطور بعد تطورات تاني هنا في مصر ويبقى جزء جامد جدا. وهيقفلوا برضو الجزء السادس يبقى اخر جزء للمداح. تعال نشوف الجزء اللي المسلسل اللي بعد كده اشغال شقه الجزء التالي. طبعا احنا عارفين حقق مشاهده عاليه ونجاح بالنسبه مسلسل اشغال شقه الجزء الاول والثاني. طبعا مسلسل كوميدي، وان شاء الله برضو المسلسل ده ولا الجزء ده هيحقق برضو مشاهده عاليه ونجاح ان شاء الله. تعالوا نخش بقى لمسلسل النص. حقق برضو نجاح وطبعا قرروا انه يقدموا جزء تاني من مسلسل النص رمضان 2026. تعالوا نشوف المسلسل اللي بعد كده يا جماعه مسلسل الاختيار الجزء الرابع، وده مفاجاه. الاختيار وطبعا ان شاء الله هيبقى بطولته مصطفى شعبان. هيقدموا الاختيار مسلسل طبعا نجح المسلسل ده نجح، وطبعا تقدم منه 3 اجزاء وده الرابع، وان شاء الله هيبقى مسلسل جميل برضو. شوفوا المسلسل اللي بعد كده مسلسل الكينج لمحمد امام. طبعا قرر انه يعمل مسلسل من 30 حلقه. طبعا السنه اللي فاتت كان عامل مسلسل 15 حلقه فقط، فطبعا المسلسل ده هيبقى من 30 حلقه ومسلسل جامد جدا، وهنقول لكم تفاصيله الايام القادمه ان شاء الله. فانت اضغط اللايك والاشتراك عشان تشوف مني كل جديد. المسلسل اللي بعد كده مسلسل رمضان كريم، وده كده كده ان شاء الله نازل معانا وبداوا فيه التصوير من الايام دي كمان يا جماعه. وباكد لكم ان المسلسل ده معانا رمضان 2026. طبعا المسلسل الجزء الثاني ما حققش نجاح قوي بالنسبه للفنانين اللي كان فيه. تعالوا شوفوا ليه المسلسل اللي بعد كده مسلسل العوضي علي كلاي. ده مسلسل طبعا المسلسل بتاعه فهد البطل نجح نجاح جامد السنه اللي فاتت، وقدم وينزل بالمسلسل ده علي كلاي رمضان 2026، وان شاء الله يكون مسلسل جميل برضه زي فهد البطل. تعال نشوف المسلسل اللي بعد كده يا جماعه مسلسل الراكون، وده مسلسل متاجل من حوالي 2 سنين ما تعرضش، قلنا عليه كذا مره، وده هيتعرض معانا 2026 يا جماعه. وكان فيه ظروف وما كملش تصوير وتصور الحمد لله، وهينزل معانا 2026 ان شاء الله. نشوف المسلسل اللي بعد كده يا جماعه مسلسل مافيا بطولة الفنان محمد رمضان. طبعا محمد رمضان يا جماعة من ساعة جعفر عمدة وهو واقف وقال لك مش هقدر على نفسي كده سنة، وقعد بعد سنة قعد 2 سنين، وينزل معانا بمسلسل مافيا، والمسلسل ده بقى جامد جدا يا جماعة. ان شاء الله بطولة محمد رمضان واخراج محمد سامي. بعد كده يا جماعه رامز جلال. طبعا احنا متعودين على رامز جلال ومتعودين على الافطار. هينزل معانا وان شاء الله هجيب لكم الاسم الحقيقي ليه. وطبعا بالنسبه لرامز جلال ما بيبانش الا قبليها باسبوع، قبل رمضان باسبوع، واي كلام فاضي الناس يقولوا لكم ده كله كلام هلس في هلس، فما تسمعوش اي حاجه.
تعالى نخش على المسلسل اللي بعد كده. طبعا مسلسل بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وده لا لم يحدد له اسم حتى الآن، وإن شاء الله هقول لكم الاسم المرة الجاية بتفاصيل المسلسل إن شاء الله. فاضغط اللايك عشان تعرف كل حاجة عن المسلسلات المصرية وجميع المسلسلات العربية إن شاء الله رمضان 2026. المسلسل بعد كده بطولة عمرو سعد يا جماعة، واللي برضه لسه ما تحددلوش اسم، وهعرفه لكم الأيام القادمة إن شاء الله كل حاجة عنه بكواليسه وكل المسلسلات إن شاء الله. بالنسبة للمسلسلات المصرية جميعا وجميع المسلسلات في الدول العربية إن شاء الله هتشوفوها معايا هنا. فلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد فيما يخص الدراما المصرية وجميع الدرامات العربية رمضان 2026. ويلا مع ألف ألف سلامة. يلا مع السلامة.